السلام عليكم. في الأول بعتذر عن الانقطاع عن نشر فيديوهات على القناة، ده كان بسبب ظروف شخصية. طبعا كلنا شفنا تأثير الأحداث الحالية على البورصة بالهبوط الشديد. السؤال المهم حاليا هو مش إيه السبب اللي يخلي المؤشر ينزل ب5 و6% مرة واحدة. السؤال الأهم هو نعمل إيه لما يحصل هبوط بالشكل ده، وإزاي ممكن نستفيد منه. أول نصيحة هي الهدوء وعدم التسرع في اتخاذ القرار. حتى لو كان قرارك البيع مثلا في النهاية، برضو خد القرار بوعي بدون تسرع. في الأول لازم نشوف التأثير على المدى القصير. يعني مثلا الحرب أثرت بشكل مباشر على كمية الغاز المستوردة اللي هتأثر على الكهرباء أو مصادر الطاقة. معنى كده إن شركات زي البتروكيماويات زي أبو قير للأسمدة كده هتتأثر بنقص إمدادات الغاز اللي هي بشكل مباشر بتأثر على الإنتاج. فالتأثير على المدى القصير هنا سلبي، مش بس على السهم، لا ده على الشركة نفسها وإنتاجها وأرباحها. طيب على المدى الطويل الوضع لو استمر كده هيكون مزيد من الخسارة لحد ما الشركة توفر حلول الطاقة البديلة، سواء كانت طاقة شمسية أو هيدروجين أخضر أو غيره. مثلا شركات الأغذية اتأثرت، لكن هل تأثير الأحداث ليها دخل في مدخلات الصناعة؟ الإجابة لا. يبقى النزول هنا غير مبرر، وده بيكون فرصة للشراء بأسعار كويسة لأن الشركة نفسها ونشاطها ما تأثرش. وممكن يكون بعض الشركات اتأثرت إيجابيا، لأن دايما في كل أزمة في قطاع مستفيد. احنا بقى هنعمل كده في كل سهم من الأسهم اللي معانا. يعني كل سهم أو قطاع هنشوف التأثير ليه علاقة بالإنتاج أو العمليات التشغيلية، ولا مجرد انطباع سيء عن هبوط السوق وقلة الطلب عن العرض أو نقص السيولة. وندخل على القرار. الحالة الأولى لو النزول غير مبرر، في الحالة دي زي ما قلنا ممكن تشتري وتعمل متوسطات لو متوفر معاك سيولة، أو تصبر لحد الأزمة دي ما تعدي والسهم يرد تاني صعودا. أما لو كان النزول ده مبرر، نشوف لو السهم خسران في خسارة بسيطة أو مش محقق خسارة ممكن تبيعه أو تبيع جزء منه. ولو الخسارة كبيرة ممكن تشتغل عليه مضاربة، يعني تشتري من أقل نقطة ولما السهم يطلع ولو بنسبة بسيطة تبيع عدد الأسهم اللي اشتريتها. مثال بالأرقام كده عشان أوضح النقطة دي. مثلا لو انت معاك 1000 سهم والسهم انت شاريه ب100 جنيه، السهم نزل 20% مرة واحدة وبقى ب80 جنيه، والموضوع مطول والشركة أدائها في الحالة دي هيؤدي لخسارة. فبتشتري 100 سهم مثلا بسعر ال80 جنيه، ولما يصعد ل 82 83 تبيع نفس ال100 سهم اللي انت كنت شاريهم. وكل ما السهم ينزل مثلا وصل ل 78 تشتري 100 سهم تاني، ولما يصعد مثلا ل 85 تبيع ال100 سهم اللي انت اشتريتهم. لاحظ انك كده خسران. السهم اصلا انت شاريه في الاصل ب100 جنيه والمفروض تبيعه اعلى من كده عشان تكسب، بس بالطريقة دي انت بتقلل الخسارة لحد ما تعوض جزء كبير منها. وده في اسوأ سيناريو، في حالة ان الشركة متأثرة بالاحداث والتأثير ده داخل نشاط الشركة، والتأثير ده مطول معانا لفترة طويلة. تمام، ازاي ممكن تكون مستفيد بالهبوط ده؟ أغلب البيع في الأوقات دي بيكون نتيجة حاجات كتير، منها مشاعر الخوف خصوصا من الأفراد، ومنها حدود وقف الخسارة اللي لما بيحصل هبوط نتيجة أحداث زي كده التحليل الفني بيكون ملوش أي فايدة. وده بيكون الوقت المناسب جدا للشراء، لأن الأسعار مصيرها ترد تاني وتحقق مكاسب كويس. وهنا بيكون أهمية إن لازم يكون معاك سيولة في المحفظة الاستثمارية لفرص زي كده. فأنا بدعوك للتفاؤل، إن شاء الله خير. والموضوع ده حصل قبل كده ساعة حرب أوكرانيا وروسيا ووقت تعريفات ترامب، والسوق في الآخر رد تاني. وخليك فاكر إن عند الأزمات تصنع الثروات.